السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كرة القدم المغربية تستمر في الإبهار، وهذه المرة مع السيدات اللائي انتزعن تأهلا في دور المجموعات. بدأ لوهلة مستحيلة، كيف تحقق ذلك؟ وما طبيعة المواجهة القادمة مع فرنسا؟ بداية كده ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم جميع الفيديوهات القادمة إن شاء الله. رغم إنجاز منتخب المغرب للرجال في مونديال قطر، لم يكن الكثير من المغاربة يؤمنون أن منتخب المغرب للسيدات فقد قد يتألق أو يحقق نتائج كبيرة في مونديال أستراليا ونيوزيلندا لسنة 2023، ولم تشكل استعداد للمشاركة حدثا كبيرا لأسباب كتير، أهمها أن كرة القدم النسائية غير متطورة في المغرب. ولكن منتخب المغرب للسيدات في أول مشاركة له وللعرب عموما حقق إنجازا كبيرا غير مسبوق، إذا تأهل للدور الثاني من مجموعة جمعته بكولومبيا وكوريا الجنوبية وألمانيا. ومنتخب هذه المجموعة الأخيرة خرج من السباق مبكرا باحتلاله المركز الثالث بأربع نقاط، بينما تنازعت لبؤات الأطلس على المركز الثاني بست نقاط. أول درس قدمته سيدات المغرب في هذه البطولة هو النهوض سريعا من الهزيمة، ليست الهزيمة فقط ولكن بل الهزيمة بنتيجة قاسية من أول مباراة للمنتخب المغربي في نهائيات كأس العالم. إذا ينتظر منتخب المغرب للسيدات مواجهة صعبة للغاية أمام منتخب فرنسا، وذلك في دور ال16 من بطولة كأس العالم للسيدات المقامة في نيوزيلندا واستراليا. لبؤات الأطلس نجحنا في تحقيق ما قد يسمى بالمعجزة، فبعد الهزيمة بسداسية أمام ألمانيا في الافتتاح حقق الانتصار مع كوريا الجنوبية وكولومبيا. أصبح المنتخب المغربي أول منتخب عربي في التاريخ يتأهل لثمن نهائي المونديال، كما أنه لحق بمنتخبين أفريقيين آخرهما هم نيجيريا. أما بالنسبة عن موعد مباراة المغرب وفرنسا، إن شاء الله المواجهة هتكون يوم الثلاث القادم الساعة 1 ظهرا بتوقيت المغرب، الساعة 3 بتوقيت مصر والسعودية والعراق وفلسطين. بنتمنى الفوز لمنتخب المغرب أمام فرنسا. دعواتكم لمنتخب المغرب. انتظروني في فيديو جديد، ما تنسوش اللايك والاشتراك تفعيل زر الجرس ليصلكم فيديوهاتنا القادمة بإذن الله تعالى.